بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء منتدى الإماراتي، هذا شرح وافي إن شاء الله عن برنامج الآيتون. طبعا إن شاء الله يكون مفهوم. راح نبلش طبعا بعد تحميل الرابط اللي بالموضوع. بعد تحميل الرابط وتنصيب البرنامج راح تظهر لكم هاي الصفحة أمامكم. فنحن بنروح على الآيتون ستور واللي هو مخزن الآيتون. طبعا الآيتون معروف هو منتج من شركة أبل للآيفون والآيباد 3، كل إصدارات الآيباد والآيفون. فمن آيتون ستور نروح نختار الفري أبس، هاي نحط عليه سيرش. خليكم معي على الماوس، نحط على سيرش نحط فري أبس. طبعا هاي هي تسجيل اشتراك مجاني بالايتون، وشرط اساسي يكون تسجيل بالفري ابس، لانه اذا بنعطيه سيجن ان نختار جريت نيو اكونت ما راح يعطينا غير طبعا بطاقات ائتمانية مثل الفيزا كارد والماستر كارد. فنحن بنعطيه الفري ابس مشان يعطينا خيار النون. وهلا بتشوفوا نضغط على اي تطبيق من موجود امامنا بالصفحة، على اي تطبيق. لاحظوا انه كل التطبيقات فري 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 فري، فبنضغط نحن على اي تطبيق راح يعطينا هون. طبعا هون اذا كنت انت معك الابل اي دي، يعني اسم المستخدم للابل والباسورد، تحسن تدخل دايركت، يعني ما في داعي انك تعمل جريت نيو اكاونت. فنحن راح نعطيه جريت نيو اكاونت. راح تفتح عندنا هاي الصفحة طبعا مثل ما انتم شايفين. طبعا في ناس يمكن تختار الدولة غير او المكان غير، فراح تتغير اللغة حسب اختيار انت اللوكيشن او موقعك وين بالضبط. فنحن هون نختار الامارات، لو لاحظين الكتاب العربي راح نختار كونتينيو. من كونتينيو ولاحظ هون مؤشر العمليات او التحميل اللي عم بيصير على الايتون. كأنه في مشكلة. ايه، فدخل معنا على قوانين او شروط استخدام البرنامج او شروط والاحكام وسياسة الخصوصية للشركة. طبعا شروط كالعادة انتم بتعرفوها. قرأت، على اساس اني قرأت فبنعطيه كونتينيو. هون طبعا ظاهرة الخانات واضحة تماما. بتحطوا الايميل، اللي بدكم تسجلوا فيه. بس ثواني حتى اشوف الايميل الموجود عندي هون. رينجو 11. طيب، فنحط هذا الايميل. طبعا هذا الايميل تجريبي. هذا 11 الباسورد. هون ملاحظة هامة كثير بتمنى الكل يدقق على هاي الملاحظة. الباسورد لازم يكون حرف كبير ورقم وحرف صغير، يعني حرف كابيتال لتر ورقم من 0 ل9 وحرف بسمول لتر. يعني لاحظوا راح هلا شغل الكابس لك، يعني ادخال الحرف الكبير. طبعا الباسورد لازم يكون اكثر من 8 احرف مثل ما هم كاتبين لك هون. باسورد must be at last 8 characters
كمان بنكرر الباسورد. طبعا هون question سؤال الأمان بيجي، يعني فرضا خلينا مثلا هو whose، طبعا my name أو whose I am. طبعا who is I am تيجي بس الاختصار تبعها whose I am، من أنا. هاي على سبيل المثال فيك تختار أي question مثل المذر's name أو السكول names، اسم المدرسة واسم الأم. مثلا whose I am نكتب ريان. هاي سؤال الأمان. تختار هون المواليد، طبعا مو شرط تقيد لأن وحدة أساسا عارف هويتك. هون في عندنا خيار would you like receive the following via email. طبعا هون هذا الخيار اختياري، فيك هاي مشان يعطيك مستجدات الشركة ومستجدات البرامج والتطبيقات، فيك تختارها وفيك تخليها الخانة فاضية وتعطيك continue. طبعا لاحظوا هون مؤشر التحميل. فهون اكبر مشكلة عم تواجهنا نحن بالايتون، هاي لاحظوا هون الفيزا كارد، الماستر كارد، وفي عندنا هاي البطاقة، هاي ما بعرف شو اسمها البطاقة هاي، بس هاي البطاقات الائتمانية. فنحن بنختار الخانة نن، يعني انه ليس لدي اي بطاقة ائتمانية. طبعا هون في عندك المستر، هون بتعبي الخانات، مستر فرضا وسيم، لاست نيم ريان، الادرس طبعا هو العنوان. راح نختار فرضا الخالدية. طبعا هون فيك تتفصل العنوان، مثلا الشارع، اسم الشارع او رقم الشارع، مثلا 10 ستريت. الكانتري ابو ظبي. هي على سبيل المثال طبعا كل واحد فيه يختار اي مكان بده اياه. التوين هون بتحط اي كلمة او اي شي بدك اياه. راح انا احط فرضا كي اتش. طبعا بدكم صراحة انا لحد الان مو عارف التون هاي لشو. تحط رقم موبايلك هون. طبعا بما انه اخذ كود الدولة اماراتي او مفتاح الدولة اماراتي، فدايركت انت بتضع 050 او 055 حسب الرقم. طبعا يا شباب هاي ارقام وهمية مشان ما حدا بكره يزعجني باتصالاته. نعطيه وهيك تكون الخانات معباية كلها، فنعطيه كونتينيو متابعة. ولاحظوا بذكر هون، لاحظوا شريط عمليات البرنامج، يعني بعطيك احداثيات البرنامج. ايوه هون نجح التسجيل معنا، بس ضل نروح الايميل طبعا اللي سجلنا فيه. طبعا نحن استخدمنا هذا مثال balrunguidash@hotmail.com. هاي راح هاي الريسند طبعا اعادة ارسال التفعيل للايميل، نحن ما بدنا اياه فبنعطيه داون تم. نحن هلا مشان نتأكد انه ايميلنا اشتغل نروح نفتح الايميل من الويب سايت.
المهم انا صار في عندي غلط هون بسيط، اللي هو ربطت باللايف دوت كوم والهوت ميل دوت كوم، ما في اي مشكلة. المهم بتروحوا على الويب سايت للهوت ميل، طبعا راح تجيكم رسالة من شركة الابل شريط تفعيل، بتضغطوا على اول شريط وراح يعمل كونكت مباشر مع الايفون، عفوا الايتونز، وراح يفتح. طبعا تدخل الايميل وتدخل الباسورد اللي حكينا عنه، بتدخل كابيتال لتر رقم سمول لتر، طبعا لا يقل عن 8 خانات. وهيك ان شاء الله نكون عملنا اشتراك. طبعا هاي للفري ابس، ما فيني نعمل اشتراك نظامي 100%. انا في الي اسم هون فراح ادخل فيه. طبعا ليكو انا عندي اشتراك مثل ما انتم شايفين، هاي الايميل. طبعا هون فيني اعمل الداونلود للفري ابس، نشوف الابس. هاي حملت موفي، والبقية عليكم. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع. وراح نزل رابط التحميل. طبعا يفضل تروح الموقع الاساسي، ان شاء الله راح نزل رابط الموقع الاساسي مشان اذا الكمبيوتر 64 بت او 32 بت نكون هيك ان شاء الله خالصين.